اسمع بقى عشان انا هسمع. هقول لك احنا اخترنا البودكاست ده يبقى اسمه على الاسفلت. حلو. انا ودوبيزل قررنا نعمل بودكاست، ودي اول مره انا اقدم بودكاست. حلو. فيبان ان انا متمكن، قعدتي مذيع، قعدة مذيع، مسكتي للبتاع، لكن انا طبعا انا مش فاكر ولا حاجه يعني. انا مش عارف انا هسالك في ايه النهارده. بس هو البودكاست اسمه على الاسفلت، وعلى الاسفلت ده يتفهم بمعنيين. يا اما انت بتتكلم في بودكاست من الشارع للعربيات او ما فيهوش بادجت، يعني لكنه على الجنط. بس هو احنا نقصد بالاسم بودكاست على الاسفلت ده بنتكلم ليه علاقه بالعربيات بالظبط. وانا اخترت ان انا اجيبك معايا اول حلقه، واختارك وان انت تنورنا. شرف ليا والله كيحيى رشدان، علشان الناس بتحبك. الله يبارك لك. وانا بحبك. وانا بحبك. وبلوستك حلوه. الله يبارك لك. تيشيرتاتك حلوه نخش في الاسفلت. مبسوط بيك. الله يبارك. مبسوط بيك. وسؤالي قبل البودكاست، انت اشمعنى ميه مغليه؟ لو حكيت لك القصه بتاعت ميه مغليه دي ممكن نخلص البودكاست فيها، لان ميه مغليه يعني احكيها في ايجاز. انا بسافر من 2006 الصين، مستورد بقى بضاعه وحاجات تبع شغلي يعني. فلقيت ان كل الفنادق اللي موجوده هناك في الريسبشن هم بيقدموا قصه الميه المغليه دي، وان الصينيين معروفين بالحاجات الصحيه ده. بالظبط. فكان صراصير وضفادع وحاجات كده. لا، غير الصراصير والضفادع. فكره الميه ان هم عندهم الفكره ان هم كلهم بيشربوا ميه، ولما يجوا مثلا قاعدين في ميتنج بتاع يشربوا ميه مغليه، معلهاش شاي معلهاش اي حاجه. مش اي حاجه. شفت ان هي اصلا صحيه يعني، كويسه يعني. ليه بقى بتدوب الدهون مثلا؟ ما اعرفش بقى هي ايه بتدوب الدهون يعني انت خدتها كده جزافي. انا حسيتها انا حسيت صحيه فهشرب ميه مغليه. المهم كويسه. انا سعيد ان انت معانا النهارده بنتكلم معاك في كل حاجه يحيى رشدان واللي حواليه بقى، لان ناس كتيره حابه تعرف. فانا عايزك تحكي للناس الاول سؤال كليشيه اوعدك انك اي بودكاست هتستضاف فيه هيسالوك ده اول سؤال. فاحنا قلنا عشان احنا اول بودكاست يا رب ما بدات في اللي لا بدات حبك للعربيات ده. انا عارف طبعا، انا هساله هصطنع ان انا ما اعرفكش، يعني انت ما تعرفش حاجه. انا عارف كل حاجه. بس لا، وناس كتير عارفه يعني. في ناس كتير عارفه. بس انت الموضوع بدا معاك ازاي؟ حب العربيات اللي هو شكل لك شكل حياتك ده. من الصغر طبعا، من ستارتنج 3 سنين مثلا، يعني 3 سنين. العربيات الصغيره، الماتش بوكسز والحاجات دي كلها ابتدت تجمعها. الاول هي شدت انتباهي يعني، دي الحاجه اللي انا حبيتها قوي. وزي مثلا البنات اللي بيشد انتباههم مثلا عروسه، الحاجات دي. فهو كان بالنسبه لي والله كان زمان. انا حاسس ان البنات ما بقتش تهتم بالعرايس دي دلوقتي. ما في بنات كتير بيحبوا العربيات. اللي موجودين هنا اللي هنا ما بيحبوش العربيات. فابتديت بحب العربيات اللي هي الصغيره دي، الماتش بوكسز دي، وابتديت اجمعها. بلعب بيها كتير بقى وبتاع وكده. وابتدى يعني يبان ان انا حتى ايفن في الاوقات اللي هي العاديه، اللي هو مثلا هننزل بقى يوم الخميس هنروح النادي ومش عارف ايه، كان الوقت بتاعي هو ده الوقت اللي انا بحب العب بيه بالعربيات الماتش بوكس. بس يعني بفضل قاعد في البيت مع نفسي. فبدايه الحب جت من العربيات الصغيره. عجبك فكره ان انت تمسك عربيه تعملها كده. بالظبط. تخيلت بقى ان انت بعد السنين دي كلها، اصل انت الميزه فيك ايه؟ ان انت بتخش يعني دخلت في كل ما هو ليه علاقه بالمحركات. بالظبط. والاكشن بتاع الموتوسيكلات، عربيات، مراكب، مش عارف ايه بتاع، وكل حاجه تخشها بحب جدا. تخيلت بقى ان انت هتوصل للمرحله دي وتاخدها حته حته؟ يعني ايه الدافع اللي كان بيخليك لما تدخل حاجه تجيب اخرها كده؟ عامل زي الطالب الدحاح، ممل. شخصيتي كده يعني قوي. يعني اللي هو اخش الحاجه انا لازم ابقى انا اللي احسن واحد. لا، مش احسن واحد. مش احسن واحد، بس اللي هو يعني اجيب اخرها زي ما بيقولوا. في شخصيتي يعني. انا فكره العربيات، الموتوسيكلات الاول كانت اصلا موتوسيكلات. يعني كنت بتحب الموتوسيكلات قبل العربيات اصلا؟ لا، انا بحب الاثنين. انا بحب اي حاجه ليها علاقه بالمواتير، اي موتور. بس طبعا الاساس كان عربيات. بس اول كانت اسهل في الاقتناء. بالظبط. مع ان في حين ان انا اول عربيه كانت عندي وانا عندي 8 سنين. يعني كنت صغير قوي. والدي جاب لي عربيه سيات وانا عندي 8 سنين. قبليها بقى كانت اول حاجه خالص اجيبها هي كانت الفيسبا. وبيبي هوندا وانا عندي 6 سنين. بس سرحت. انت والدك رحمه الله عليه هو جاب لك سيات؟ هو جاب يعني دي كانت عربيتك؟ وجابها لك كان عندك كام سنه؟ العربيه دي كانت موجوده عند اخواتي من قبل كده. ما تتوهنيش. 8 سنين. انا اتعلمت السواقه عن 8 سنين. يعني العربيه دي كانت موجهه ليك انت كفرد في العيله بتاعت يحيى وعنده 8 سنين. ده زي كده لما انا مثلا بجيب 8 10 سنين يعني الواد كريم ابني دلوقتي مثلا اللي هو سكوتر يجري بيه في الشقه. الكهرباء ده اللي ب3 عجلات. وعملت انت ايه بقى بالعربيه دي؟ بلاوي بصراحه. عملت بلاوي. مش هي دي اللي انت لا، اتعلمت وانا عندي 8 سنين. وبعدين
جاب لي العربيه دي مثلا 9 سنين في الرنجات دي يعني. وابتديت بقى ارجع من المدرسه لما يعني في وقت الويك اند اللي هو الاجازه بتاعتي كنت بنزل بيها بقى. ده في وانت الف كام بيها سنه؟ وانت كام سنه؟ ويك اند ايه واجازه ايه؟ انت مع 8 سنين السواق. بتاعتك كانت غير بتاعتنا. السواق انا 8 سنين ده انا كنت بروح فين؟ كان عندنا سواق، كان بابايا كان بينزلني انزل خد العربيه. بس كنا بقى ايه، احنا كنا ساكنين في مصر عند الميريلاند. ايوه. فكان في اخر ميريلاند كده في زي شارع، فكنا نروح الحته دي انا والسواق. السواق يسوق لحد هناك او انا اسوق لحد هناك واسوق بقى في الشارع ده، لحد بقى الموضوع تطور ان انا بقيت اضحك على السواق، ان انا اقول له ايه انا هطلع بس لاخر الشارع. وبعدين ابتديت بقى وصلت لدرجه اني بقيت اروح لنادي هليوبلس. يا نهار ابيض. عندي 10 سنين. اتعلمت سواقه بدري على عارف انا اتعلمت سواقه متاخر، يعني انا اتعلمت سواقه قبل ما، يعني مثلا وانا عندي 16 سنه مثلا. اوكي 16 سنه برضه برضه. ما كنتش سواق محترف يعني. أوكي. يعني اللي هو من 17 بقى كنت خلاص جهزت نفسي عشان 18 ابدا اسوق. لا انا 14 سنه قلب عربيه تحت البيت. هي نفس العربيه؟ لا 28 كان عندي 13 14 قلبتها؟ اتقلبت على جنبها تحت البيت. كنت بتركن يعني ولا؟ لا كنت بحاول اخمس. بتركن بجد والله؟ كنت بحاول اخمس. باباك عرف؟ لا. خبيت الموضوع ده؟ وكنا 4 اصلا راكبين في عربيه انا و3 اصحابي يعني. حد مات؟ لا احنا قعدنا نضحك. مات ايه؟ احنا كنا بنموت يعني، كنا ميتين من الضحك اصلا. عربيه اتقلب، حاولت اخمس بس عربيه عاليه اصلا زي ما انت عارف الميدان. عشان بعد كده 28 كان في العجل ورا لما تكون مرفوعه قوي زياده كانت تلاقي الفرد اللي ورا. ايوه. فدخلت بقى وعامل فيها بقى يعني حامل حمى. دخلت شديت الهاند بريك هوب طق، راح العربيه جايه على جنبها، كلنا قلبنا تحت وقعتوا فوق بعض. فطبعا مش بقى اللي هو نصوت وبتاع، لا احنا مقلوبين ضحك يعني. وطبعا انا كل الرعب اللي انا فيه ان انا ابويا لو طلع من البلكونه هيشوفنا، يعني هيشوف ابنه مقلوب في فاهم. فرحت عملتوا ايه بقى؟ لا مفيش، نزلنا والناس بقى اتلمت وبتاعنا رجعوها، ورحت على البيت ركنتها. تاني يوم ابويا قال لي انت ما نزلتش ليه؟ قلت له لا مش قادر. غطيتها بقى؟ لا ما غطيتهاش لان هي اصلا الجنب بس اتجرح شويه كده، والمرايه اصلا كانت مش عارف ب 7 10 جنيه. أيوة مرايه بلاستيك فاكرها دي؟ ايوه. فجبت المرايه، وكان عندنا قاعده موتور واحده منهم اتكسرت، فوديتها بقى كده بعديها تساندها برجلك بقى. لا بعديها بيومين وديتها عند الميكانيكي. كان عندنا ميكانيكي اخر الشارع، فوديتها له وركب لي القعده والدنيا زي الفل. ما شاء الله سي في محترم. ده اللي بنقوله. طب انت دلوقتي لما تقعد بقى تبص على اهتماماتك، يعني انت دخلت في يعني انت مش تسيبك من دخلت، مش همسكهم لك بالترتيب، بس انت بتجمع عربيات موديل زي كده، والعربيات الار سي بالظبط، ومراكب وصيد وموتوسيكلات ورياضه سيارات اللي هو سباقات سرعه ودريفت وتجميع كلاسيكس، ده حوار لوحده لسه هنتكلم فيه كتير، وسباقات الدريفتنج وتجميع عربيات الاكزوتيك كمان. من كل طيارات. ما قلتهاش. وطيارات ار سيز يعني، مش طيارات حقيقيه يعني. ايوه اكيد مش طيارات ار سيز. من كل بقى كل فتره من دول خدت معاك حقبه باهتمام بنوعيه ناس بمش عارف ايه. لو هتختار حاجه من كل الحاجات اللي انت دخلت فيها بتعمق دي، اكتر حاجه استمتعت بيها، اللي هو لو تيجي تفكر فيها دلوقتي تقول يا اما مثلا انت دلوقتي في حقبه مثلا بتاعه العربيات الاكزوتكس شويه والدريفت طبعا، فتقول مثلا لا انا دي اكتر حقبه انا مبسوط بيها، او الحقبه دي اكتر حقبه بفتكرها وبقول دي كانت اجمل ايام، ولو اقدر ارجع لها تاني دي اكتر فتره كنت مبسوط بيها. بص هو كل الهوبيز دي او كل التركيز يعني، مثلا كان اكزوتكس، دريفتنج، سبيد، صيد، تجميع، انا كان من احلى الاوقات اللي يعني كنت بجد بستمتع بيها. كلهم بستمتع بيهم، بس اللي كنت بستمتع بيها قوي وقت العربيات اللي هي مش الماتش بوكسز، اللي هي كبيره شويه، اللي هي تو سكيل، اللي هي بتيجي حتت وبتركبها. دي كانت من احلى الحاجات، لان انا كنت بقعد بالثمان 9 ساعات فيها يعني. زائد الكلاسيكس لان ده فقره كبيره جدا من حياتي، اللي هو اصلا قبل ما اعلن او ابتدي الناس تعرف عني حاجه، انا كنت مع نفسي في جراجي ممكن اقعد بنفس الفكره بتاعت لما كنت بقعد في البيت بعمل ماتش بوكسز وبجمع وبتاع، وبنسى الدنيا وبنسى الوقت وبنسى كل حاجه. كان نفس القصه وانا في الجراج. زائد الصيد، انا بعشق الصيد. بس الصيد انت لسه مكمل يعني؟ مش مكمل هم كلهم اصلا مكمل فيهم. ايوه. يعني انا النقطه في ايه، انا ممكن ابقى في فتره من الفترات او زمن يعني ان انا ابقى مركز في حاجه قوي، واخد بالك؟ يعني زي دلوقتي احنا مركزين في الاكزوتكس والكلوب بتاعنا
والقصه دي زائد حاجات تانية بركز فيها، بس كلهم في نفس الوقت انا مركز فيهم، يعني كلهم انا بتفاعل فيهم. يعني احنا لسه كنا في الجونه وبعدين عشان الصيد، بس احنا طبعا يعني ما كانش شغال، بس انا قصدي امين صيد شوي ده بركز فيه. موضوع الاكزوتكس كلوب، موضوع الموضوع بتاع ايبكس ريسنج تيم. يعني انت من الاخر بتستمتع بكل حاجه على حده، بس فتره الكلاسيك وانت لسه زي ما انت بتقول انت لسه مكمل، يعني انت ما زلت لغايه دلوقتي لما بتلاقي وكلهم. حاجه بتقع قدامك كلاسيك بيس او عربيه ما اقدرش استحمل نفسي، بتلاقي نفسك مفيش. فهم كلهم اصلا لحد النهارده انا بركب كلاسيك، بصراحه امبارح يعني لسه متحركين. يعني لما بحب اتحرك بعربيه كلاسيك برضو ارجع للعربيات الكلاسيك، وكلهم بالنسبه لي واحد، ما تفرقش يعني، انت فاهم. طب ايه اصعب حاجه واجهتك في المجال بتاع العربيات ده لما دخلت؟ اصل انت اتعاملت مع كل الناس، كل الفيلدز او كل الكوميونيتيز او كل المجتمعات بتاعه العربيات. ايه اصعب حاجات واجهتك لما دخلت المجال ده في كل المجالات دي؟ ايه دايما حاجات كنت تحس ان هي كانت بتبقى عواقب بالنسبه لك مثلا؟ العواقب بالنسبه لي او اكتر عواقب قابلتني في الكلاسيك، في الريستوريشن. مش عواقب بني ادمين، دي عواقب في فكره انك انت تحدث عربيه. يعني انت عربيه مثلا عربيه محتاج ريستوريشن مثلا، محتاجه بارتس، محتاجه حاجات دي. انا عايزك تكلمنا على الفكره دي، او اشرح للناس فكره، او يعني اشرح لي كمان فكره مراحل تجديد عربيه كلاسيكيه دي مثلا. شايف بتتعمل ازاي؟ شايف مثلا انت، يعني انا واحد انا لا افقه، انا عملت الموضوع ده بشكل او باخر من غير ما احس في العربيه مثلا الزد بتاعتي مثلا، ان انا قدرت ارجعها من حاله لحاله، وكنت انا بس طبعا انت بتلاقي ساعات حاجات شاسيه، يعني انت ممكن تجيلك عربيه عباره عن شاسيه بورقه سليم حصل، وانت تبني بقى بالكامل، وعربيات كمان قطاعها صعبه. يعني الزد دي عربيه موديل 2006، فانا سهل ان انا افتح الانترنت وادور. فاحكي للناس كده امتى يبقى في عربيه تستاهل ان انت فعلا تاخدها وتشتغل عليها، وامتى تلاقي عربيه تحس ان هي، ولو خدتها واشتغلت عليها تشتغل عليها ازاي، وامتى تلاقي عربيه تحس ان هي لا. بص، هو كله بيتوقف على العربيه دي نادره ولا لا. قيمتها ايه. يعني في عربيات بتبقى نادره قوي، اللي هو لا انت يعني دي مش هتلاقي منها غير 2 3 4 في مصر مثلا، بس حالتها سيئه جدا بس ورقها سليم. لا طبعا جو فور ات، لان انت العربيه دي لما هتطلع هتعاني في الفتره ان انت تخلصها توصل للاخر، بس المشكله ان انت هتقابل عواقب مرعبه في ان انت تجيب البارتس بتاعتها. ان في حاجات مثلا من ضمن القصص، يعني ممكن مش قصه بس بارت انك تجيب اوكرا وتجيب زرار، الفكره كلها ان ممكن تلاقي البادي نفسه متاكل برومه. لا هو متاكل. يعني انا مثلا قصه سريعه يعني ان انا من ضمن البروجكتس اللي كانت تشالنج جدا مرعب، يعني كان العربيه البيك اب الاورنج، متهيألي انت عارفها، نص 50s. ايوه دي العربيه دي احنا لما لقيناها كان مش باين منها من على مستوى الارض غير جزء صغير من الازاز والسقف. طب انتوا كملتوا والباقي كله تحت. ده كانت تحت الارض. عدى عليها الزمن، واقفه في مكانها بقالها سنين، في مكان بقى كان في ارياف يعني، ففي بقى طينه ومش عارف ايه ومطر وبتاع، فالدنيا كلها ايه. يعني انت لقيت العربيه دي على الوضع ده؟ لقيناها على الوضع ده. انا فاكرها انها ما كانتش كده يعني. لا العربيه يعني لا دلوقتي، ما انت لما دلوقتي سيبك من دلوقتي، انا بتكلم اكيد لما لقيتها يعني كانت واقفه، بس مثلا انت بقى جددتها. لا دي من اصعب الحاجات. دي من اصعب العربيات بالظبط. فلما طلعت انت بتحفر بقى من حواليها العربيه دي، فتلاقي بقى رفرف ربعه بس اللي موجود. طب ده بس الشاسيه موجود. ماشي. فهو اهم حاجه في العربيات زي دي، لان دي مش يوني بودي، دي اللي هي على كورسلي. كورسلي ده اللي هو الشاسيه والبادي لوحده. فالبادي ده يتعمل، انا اهم حاجه عندي الشاسيه اللي عليه رقم الشاسيه. فاهم قصدي؟ أيوة. ده بتاخده بقى وتبتدي بقى تبني العربيه من عليه. في حاجات ما ينفعش انت تبنيها، بس في حاجات ممكن تجيبها بارتس. زي ايه مثلا؟ الرفرف مثلا انت ممكن تجيبه احسن عن ما تصنعه. انت لو صنعته كده جاب الحاجات دي كلها. والموتور بقى 350 بتاعها امريكاني قديم ده. تلاقيهم فين يعني لو حد عايز يعمل حاجه زي كده؟ يدور في اماكن كتير، في اماكن في مصر ولا من بره؟ لا مواتير هتلاقيها في مصر، بس كده اللي في مصر دي بيستوردوها من بره. ماشي اكيد. يعني ده كده بيستوردوها من بره يعني. بس فدي مثلا من ضمن المواقف او من ضمن السيتويشنز اللي هي عربيه نادره جدا،
فانت لا هتحط الافورت ان انت تفضل ورا عشان توصل بقى اللي انت شايفه في الاخر. يعني انت شفت العربيه لما بتبقى واقفه شكلها عامل ازاي، تلمع ورننج شغاله وكده يعني. وفي عربيات اللي هي اصلا انا مثلا نصيحتي يعني عامه بعد التجربه ان العربيات الاحسن حاجه ان انت تخش في عربيات ما تبقاش محتاجه الريستوريشن المرعب ده. طبعا هو لو نادره قوي جو فور، بس لو مش نادره ما تهلكش القصه. فاهم قصدي ازاي؟ اهم حاجه انا بالنسبه لي يعني في العربيات ان انت توريستورت عشان اتورث ان انت توريستورت، لازم اهم حاجه الانتيريور يبقى سليم. طب ما انت ممكن برضو تجيب القطع من بره. في حاجات بتجاب بس الاوريجينال بتاعها احسن بكتير. في عربيات كتير يعني مثلا لو انت في منها كتير يعني مثلا في عربيه فيها منها 20 30 واحده، ال 20 30 واحده دول ممكن تلاقي واحده من بره البادي متبهدل بس الانتيريور بتاعها الدور بانلز الوادر ستريبس الحاجات دي كلها موجوده. فاهم قصدي ازاي؟ الزراير الحاجات دي موجوده، لان في حاجات ممكن ما تلاقيهاش فعلا. ايوه يعني في حاجات استحاله تلاقيها، ولو لقيتها النهارده هتلاقيها بارقام مفجعه يعني. طب انت عمرك تخيلت لما بدأت مثلا مجال بقى انك تجيب عربية وبعد كده جبت عربية تانية، عمرك تخيلت ان انت تبقى عندك عدد العربيات اللي انت ما بتحبش تقوله، بس عمرك تخيلت انك انت انا ما اعرفوش عشان أنا بس ما هوش. لا انت برضو ستيل ما تعرفوش كله. لا انا عارفه. ايوه بس برضو يعني انت في حاجات مش عشان في تغيرات يعني بيحصل تغيرات. طب ما انا بكتبها، انت فاكر ان انا ما بغيرش؟ انت لسه لحد دلوقتي بتابديت؟ طبعا لوحدك مع نفسك من غير ما ترجع. لما بفتكر ماشي بس محتاج اقعد معاك قاعده عشان عايزين في حاجات عشان في حاجات مش عارفها لان حاجات مع بتتلخبط شويه. تخيلت او كان مثلا ده هدف عندك او تخيلت ان انت هتوصل لعدد العربيات ده انك انت، لانه انا بشفق عليك بصراحه يعني. انت برضو لما انا عرفتك من قريب انا اصلا معايا دلوقتي مثلا 3 عربيات او 4 عربيات مثلا، بحس ان انا ساعات مش عارف حمل مش عارف افكر حمل كبير. في حالتك انت بقى يعني انا اعرفك بقالي فتره كبيره، انا في عربيات انا عارف ان انت شغال عليها من يوم ما عرفتك لسه لغايه دلوقتي ما خلصتش. فانت تخيلت او توقعت انك هتوصل للمرحله دي من عدد العربيات اللي على قلبك يعني مش قصدي على قلبي برضه حلوين، انت كنزهم على حلوين. لا ليه حلوين يعني قصدي ان انت حاجات كلها بتفكر فيها وشغال فيها. توقعت ده ولا الموضوع جه معاك؟ لا طبعا عمر ما حد هيتوقع خالص. لا عمري في حياتي ما كنت متوقع خالص يعني. انا وانا عندي 17 سنه مثلا كانت املي 17 18 سنه كان املي ان اجيب رينج روفر انت كنت راجل طموح عارف كده. 8 سنين جبت السيات وفي 18 كان امله يجيب رينج روفر. انت عارف انا 18 ده ما كانش عندي امل اساسا. فلا ما فيش حد بيتوقع، بس ربنا هو اللي يعني لما بيرزق يعني من الواسع يعني. ربنا كرمني الحمد لله يعني. في خلال بقى رحلتك دي بقى النقطه اللي انا اصلا ده هدفنا من القعده معاك النهارده. انت شاركت رحلتك وحاجتك دي او قررت تشارك حياتك دي واهتماماتك دي مع الناس عن طريق الاوتوموتيف ميديا. شايف الاوتوموتيف ميديا ازاي؟ انت بس تشرح احنا بنضحك ليه عشان ما يبقاش. شايفه ازاي يعني؟ شايفه ازاي؟ لا بغلس عليك، اصل احنا كنا قبل الحلقه كنا اشرح بس. بيسالني بيقول لي هو يعني ايه الاسئله، فقلت له مثلا واحنا بنتكلم على الاوتوموتيف ميديا فانا هسالك مثلا الاوتوموتيف ميديا شايفها ازاي؟ فسكت بص لي قال لي يعني ايه شايفها ازاي؟ يعني شايفها ازاي؟ فقعد بقى يعلق على شايفها ازاي، فقال لي ما تسالنيش السؤال ده. فلا وانا شايفه سؤال واضح، شايفها ازاي؟ بص عاوز اقول لك ان هي حاجه مفيده جدا. طب ما انت بتجاوب اهو، امال انت بقى كنت انت طريقتك مضحكاني. طب قول لي شايفها ازاي؟ المهم اسمع شايفه ازاي؟ مش عارف شايفه ازاي؟ شايفه ازاي؟ لا انا مش قصدي شايفها ازاي يعني. انت انا بهزر معاك طبعا. ما انا هحكي لك من نقطه، ما انا لازم اعمل مذيع برضو واتكلم. طب ماشي اصبر بس. ماشي هحكي لك من نقطه من وجهه نظر. خلاص هي يعني افادت ازاي؟ اصل ما كنتش بتعملها قبل كده. ما انا كنتش بعملها قبل كده. اللي حصل ايه؟ انا في وجهه نظري يعني ان اصلا انا قبليها كنت طول عمري لو بروفايل جدا، حتى ايفن صحابي المقربين. ده كان مقصود؟ انا دي ماي كومفورت زون. وانا لما بخش من ماي كومفورت زون بحب دايما واخد بعضي كده على جنب كده. لاحظت حتى الفتره دي ابتديت اكتشف لما لقيت عندي جراج، بقعد في الجراج وبلاقي بقى بطلع كده اخد عربيه مثلا وافضل شغال فيها ممكن 7-8 ساعات وبتاع. وبعدين ابتدت اخد بالي لما بقيت اخد العربيه دي واطلع بيها مثلا اغسلها في البنزينه او حاجه كده. فكنت ملاحظ ان الشباب الصغير
لما بيشوفوا العربيه اللي هو ايه ده، بيهتم العربيه دي موجوده عندنا في مصر، هي اصلا موجوده، دي غريبه جدا. فلقيت ان في باشن مرعب من شباب سنه صغير، في حين دايما كان اللي بيحن العربيات الكلاسيكس والحاجات دي اللي هو اللي عاش الحقبه دي في وقته او في زمنه. ايوه انت فاهم؟ زي مثلا لما نيجي احنا بنشوف عربيه اي 30 او عربيه اي 46 ام 3، لو شفتها دلوقتي انت هتلاقي نفسك أيوة. هي بقاش ليها علاقه بالسن، بقى ليها علاقه بحب العربيات قوي من اول الذكريات. فاكر من اول اطفال يعني. فاكر في الساحل لما شفت ال 996 توربو واحنا ماشيين، انا كنت حاركن، ساب كل حاجه برغم ان شايف حاجات اجدد منها بلاوي. بالظبط. فلقيت ان ايه الناس ابتدت اللي هو ايه، الله ده هم يعني حابين قوي الفكره ومبسوطين قوي، فاهم وكده. فقلت طب واي نوت ان انا تبدا تشارك الناس القصه دي مع الناس، واخد بالك، وان انا ابتدي اوري لهم بقى بارتس، اوريهم عربيات وانزلها حته بحته. يعني انا عمري في حياتي ولا عمري هعمل كده، يعني ان انا مثلا اقوم جاي عامل شو روم لمثلا ايا كان عدد العربيات ويلا دي عربيات، مش هيحصل. ليه؟ لان انا انت you have to appreciate piece by piece، يعني انت لازم مش عايز تركز انت كل عربيه تطلع اللي هو ايه ده بجد، لان كل عربيه ليها فئه وناس بيعشقوها. حتى لو جبت عربيه ممكن الناس كلها مثلا ما بتحبهاش، بس لازم هتلاقي جزء ناس بيحبوها. فابتديت اللي هو واي نوت ان انا اشير الموضوع ده مع الناس. زائد بقى لو انت بتتكلم في العام في الموضوع السؤال ده الميديا يعني بتاع العربيات ان هو بيفيد جدا. يعني واحد مثلا زيك انت بتطلع بتشرح مثلا العربيه اللي هي وات ايفر الماركه ايه اللي لسه نازله جديده لناس ما يعرفوش حاجه عن العربيات، بس اذا كان ولاد او بنات او ستات او رجال كبار، يعني ممكن ما يبقاش عارف هو معاه فلوس وعاوز يشتري العربيه بس هو معهوش، يعني مش عارف يعمل ايه. ايوه. فهو بياخد مثلا وكيل مثلا دمه خفيف وبتاع، فانا هسمع له وانت عندك مصداقيه، فاهم؟ فالمصداقيه دي بتخلي اللي هو ايه انا هسمع الراجل ده فممكن من عن طريقك انت ناس كتير قوي تستفاد وتجيب عربيات وماركات معينه، فانت بتفيدهم. فانا شايفها الافاده من هنا يعني. بس انت يعني انت بتستمتع بانك تفيد الناس عن طريق الميديا، وان انت تعمل لهم ستوريز وتنزل لهم فيديوهات وكده، بس في نفس الوقت انت نفسك بقيت بتلاقي زي ساتسفاكشن او سعاده بالموضوع. بس خلي بالك انت تعبتني في الموضوع ده لان انا اول ما عرفتك انت برضو ما كنتش بتحب تطلع تتعامل قوي. لا بالعكس، انا في الاول، لا مين قال كده، انا كنت في الاول بطلع وبتفاعل وبتكلم. بعد كده دخلت في فتره من الزمن يعني احبطتني. لا انا بتكلم اول ما عرفتك خالص. ايوه من اول ما عرفتني خالص كنت بنزل. انت اوريدي أيوة بتنزل ايه؟ كنت بنزل ريلز ليها علاقه بالعربيه، كنت اصور عربيه وانا بغسلها، اصور حاجات اللي هي زي لا انا بتكلم فكره الكلام. خلاص انت يعني ناس كتيره بقت البيرسونا بتاعت يحيى رشدان دي بقت حد بيستنى حتى لو مش هتطلع تتكلم عن العربيه، هو خلاص مستني يشوف يحيى نازل رايح فين، عايز هيوفر بنزين قد ايه وهو مسافر. هو بس يمكن عشان ان الطريقه لذيذه شويه، وانت قربت من الناس يعني. انت لما بتقرب من الناس، انت لما بتتكلم بطريقه فيها يعني فيها مصداقيه وفيها انت اصلا مفيش مصلحه من اي حاجه يعني. أيوة. انا بالنسبه لي كيحيى يعني الموضوع بالنسبه لي انا بشير وات اي هاف، واخد بالك. فانا لما بشير الموضوع ده بحاول ادي نصيحه، وفي نفس الوقت في النص بفيد، لان ممكن شاب مثلا صغير او طفل صغير ياخدك ان انت طريقتك مثلا كويسه، بيتعلم منك يعني. حتى مش شرط ان هي ليها علاقه بالعربيات، ممكن بالطريقه بتاعتك انت بيتعلم منك الطريقه عامله ازاي، واخد بالك. فكده يعني. وتعليق ايه على الامثله بقى. احنا دلوقتي بحس دلوقتي ان الاوتوموتيف ميديا دي او المجال بتاع الاعلام السيارات ده والسوشيال ميديا وصناع المحتوى كده كبر، وبقى في ناس كتيره قوي دلوقتي بتحاول تعمل وبتاع. شايف في امثله لذيذه من الشباب الصغير بداوا بيعملوا حاجات حلوه. انا بقيت اشوف كده برضه. في ناس بتعمل حاجات حلوه قوي. في ناس النهارده في شباب اطفال يعني صغيرين احنا حضرناهم. ايوه. من 3-4 سنين او من 3 سنين كانوا حاجه كده مفيش، بس هو من حبه ان هو يصور عربيه موجوده واقفه او ايا كان اكزوتكس يعني، بالذات لان برضو خلي بالك معظم الناس او معظم الاطفال او الشباب الصغيرين قوي بيحبوا الاكزوتكس. ايوه الجيل الجديد اللي تلاقي الشباب الصغير ده اللي بيحب بيحب الاكزوتكس، بس بيحب
العربيه نفسها كقصه يعني. أيوة. وفي منهم في كلاسيكس، يعني الكلاسيكس خلي بالك دي مش حاجه، الفكره مش ليها حاجه قديمه، هي مش فكره ان هي قديمه، لا هي ليها هيستوري. أيوة. ووقتها كانت عامله ازاي يعني، وقتها كانت حاجه كبيره قوي. فان تلاقي طفل صغير قاري وفاهم ويشوف العربيه دي، ولما يشوفها يعني يجيله هبل اكتر ما يشوف عربيه لامبورجيني ولا فيراري او واتيفر واقفه. فدي حاجه فاهم، خلت برضو الدنيا اختلفت خالص، واخد بالك. فالنهارده في اطفال احنا شفناهم في بدايتهم كانوا بيصوروا عربيات، دلوقتي ما شاء الله عندهم عندهم متابعين كتير وبيعملوا كونتنت حلو يتشاف بالظبط، حاجات واخد حلوه بالك. وابتدوا يطوروا من نفسهم. أيوة. ان هم يعملوا فيديوز حلوه وبتاع، لحد ما يجي لهم فتره هيبتدي ايه يتكلم مع الناس. انت لو كيست ودي ده نفس القصه اللي معايا يعني. يمكن في الاول ما كنتش بتكلم، وفي ناس بدات تتكلم كمان. يعني في ناس كمان بتتكلم شاطرين جدا يعني، بدون ذكر اسامي بس عشان ما ننساش حد، بس في ناس كتيره بقت شاطره قوي في الموضوع ده. وابتدوا يتكلموا وبتاع ويطلعوا يتكلموا، هي دايما كده. طب انت في خلال رحلتك شايف ايه، مين الناس اللي اثرت فيك في المجال ده كنت بتبص لهم او يعني مجال؟ لا ما انت مجالاتك كتير، ما أيوة. حلقه قصيره مش لا عامه في مجال العربيات عامه، مش شرط يبقى يا مصر او بره، بس اللي هو الناس اللي انت كنت حتى قبل ما تبدا تتفرج عليهم وتحس اللي هو الله ايه ده. بص ايرتون سينا، كابتن ناصر ابو هيف، طبعا ده اتعلمت منه يعني، ده اكتر طبعا يعني، عشان خاطر ده الراجل ده انا أثر في حضرت جيل سباقات كامل. ايام ما كانش فيه موبايلات يعني. أيوة. احنا ما فيش موبايلات انك تصور، كان فيه الكاميرات، كان فيه رنات كان رنات بوليفونيك بس وقتها حاجات كده بقى اكتر من كده، والبيجر والحاجات دي. المهم يعني انا قصدي اقول لك بيجر، انت مش عارف كنت عايش في حته تانية غيرنا. بيجر انا طول عمري بسمع البيجر ده لغايه ما انت كنت عندك بيجر. أيوة. يعني عربيه سيات وانت عندك 8 سنين وبيجر وانت بتروح الاوتو كروس. عندي بيجر وعندي 8 سنين الصراحه، بس يعني اقول لك مش معقول انت برضو اسطوره ملحمه. قال لك البيجر كان ما فيش موبايلات بس كان في بيجر. بيجر ايه؟ طب انت ما حضرتش؟ انا حضرت كمان ميناتيل، كنت توقف تطلب تجيب الكارت وتشحنه. خليتني انسى بقى. شوف انت نسيتني البيجر. كابتن ناصر ابو هيف كان معاه بيجر. كابتن ناصر ابو هيف كنا بنتفرج عليه، ما كانش في حاجه ان احنا نروح بارك فرمي يعني، ما ينفعش ان انت تروح، ما ينفعش تروح له، ما فيش. أيوة انت بتشوفه عبر العربيه يعني. وطبعا في التلفزيون بقى لما كان بتطلع كنا بنشوفها عبر التلفزيون يعني. شخصيه الراجل ده بجد اتعلمت منه الادب والاخلاق والالتزام والسواقه والداون تو ايرث جدا. الراجل ده فعلا يعني متواضع. نشوفه ربنا يديله الصحه ويخليه لينا. لا هو جميل. ده غير ان هو سواق مرعب طبعا. سواق مرعب طبعا. الراجل ده عرف يحفر اسمه، وكان فيه متسابقين كتير، وطبعا في ناس كتير ما شاء الله جامده لحد النهارده يعني. وقبل كده يعني، بس هو الراجل ده عرف يحفر اسمه على الحيطان وفي قلوبنا الصراحه. يعني في الاثنين. فايرتون سنه وكابتن ناصر ابو هيف، في ناس تانية حاسس ان هم مثلا كنت بتحب في اي مجالات، كار كولكترز، صناع محتوى، تي في بريزنترز او مقدمين برامج؟ لا ما مش قوي. لا يعني انا ما لفتش انتباهك في اي حاجه. انت هتقعد بقى تطبل لي عشان ده برنامج، ده البودكاست بتاعي اهو. قول اي حاجه، قول يعني كده. لا انت على فكره انت لوحدك اصلا. ايه ده؟ كمل انا اكني بسمع. لا انت لوحدك والله من الناس اللي ساعدت كتير وافادتني انا شخصيا يعني. افادتني شخصيا في فكره ان انا ازاي برضو توصل وتطلع وتتكلم وتوصل للناس. اديت لي برضو البوش دي برضو كانت مهمه قوي يعني. بس المهم اهم حاجه في القصه كلها ان احنا هل احنا بنفيد ولا بنضر؟ صح بالظبط. طب انت نيجي بقى في حته تانية عشان الناس بتحب تسال دايما، تسالك السؤال ده، تختار لنا بقى ايه العربياتك المفضله اللي انت بتحبها مبدئيا. طب ما ترد انت. لا مش في الحاجات اللي عندك يعني. الاول في الكلاسيكس بتاعتك كلها اختار لي عربيتين دول بالنسبه لك، وانا عارف واحده فيهم. عربيتين عندك في كولكشن كلاسيك دول بالنسبه لك انا هرد عليك بطريقه ثانيه. ايه هي مفيش هقول لك في الكلاسيكس وهقول لك في الاكزوتكس. ما انا همشي لك واحده بس انا هقول لك في الاثنين يعني. هقول لك الاول ايه اكتر واحده قريبه لقلبي ليهم كلهم. ما انا عارفها. حلو قولها. دي الاي 30 الالبينا. بي ام دبليو اي 30 البينا دي اكتر عربيه انت من اكتر العربيات اللي بحبها جدا. بالرغم ان هي انت عندك عندك كذا اي 30 ثانيه، بس دي عندي اللاين بتاعها كله. بالظبط. دول جم مع البيجر والسيات اللي بتاعت 8 سنين. لا بالعكس، ما هو اصلا في الفتره دي
انا جبت السيات دي، وبعدين 128، وبعدين هوندا سيفيك 82، وبعدين هوندا سيفيك 94. هما دول لحد 18 سنه بس كده. خلاص. وانا بقى في الفتره دي كانت املي الاي 30 اصلا. املي املي الاي 30. فسبحان الله ربنا كرم ان انت بقى عندك كل لا كان هو بقى بتاعها. كل هدفي ان انا ناقصك بس الام 3 بتاعتها. ما هو لو ما دي بقى ما في حاجات مش موجوده خالص. معلش نشوف. يعني الاي 30 الالبينا هي واحده بس في مصر. دخلها معاقين ونبلغ عنك. لا ماشي. فالاي 30 الالبينا ده في الكلاسيك بالظبط. طيب وبعد كده بقى في الاكزوتكس، ايه اكتر عربيه بالنسبه لك، اكتر واحده بتحبها في الاكزوتكس؟ ولو رديت بص بالكوبايه بالميه وحرشها في وشك. لا هي انا بحبها جدا برضه. من غير كلام البورش الجي تي 3. الجي تي 3 طبعا دي بالنسبه لك تفضل مكمل في اللاين اب بتاعها لو نزل جديد، ولا انت خلاص دي تفضل معاك للابد؟ ما هي نزلت الار اس وكنت لا الار اس عشان يمكن انت شفتها عربيه اوفر شويه على استخدامات. انا مش شايفها اوفر. لا انا شايفها اوفر لا بصراحه. جميل. انا عمري في حياتي ما اشوفها اوفر. ده ضريبتها هي اللي اوفر. بص اي حاجه بورشه ضريبتها اوفر، اعترف. دي مشكله من ضمن المشاكل طبعا يعني. بس اي حاجه بورش. انت محترم قوي في البودكاستات على فكره غير الحقيقه. بجد؟ مؤدب. وانا مش في الحقيقه محترم برضه بس مؤدب كده قوي واتفضل كمل. انت عاوز اني لا لغايه ما نقفل الكاميرا. ايوه بالظبط كده. بورش بص ما بيعملوش حاجه وحشه. بصراحه اخر. فانت جي تي 3 بالنسبه لك، والاي 30 انا الجي تي 3 ار اس طبعا تحفه وجميله، بس انا انتمائي وحبي للعربيه الجي تي 3 بتاعتي الزرقاء دي. ايوه وانا برضو انا بحبها جدا. يعني هي ليها، هي في الجي تي 3 في مصر وفي دي بالنسبه لي انا بشوفها كده. يعني في جي تي 3 في مصر وفي دي سبيشال. يعني تعمل ايه بقى لو لقيت حد الشهر ده جابوا 2 كوبي بيست العربيه؟ الفكره ليه؟ عشان هي حصلت معايا. ما لسه سخنه. لا استنى والله. تعمل ايه لو لقيت بقى في 2 اخوات عربيتك، نفس الجنط نفس الكاليبر نفس الستيكر نفس اللون، فرق بس ان ما فيهاش العليه الواي ار بتاعتك اللي على المرايه. اديك قلت هتعمل ايه؟ هتحس انك ساعتها ممكن انا بقول لك بديك حته عشان تحس باللي انا فيه. لا عادي والله عشان انا بعيش ده دلوقتي. ما عنديش مشكله يعني. لا ولا انا عندي مشكله. انا بالنسبه لي بس احساس برضو سخيف. لا انا بالنسبه لي العربيه عايز تتميز. لا مش عايز تتميز. لا انا متميز. عشان انت بتميز لنفسي. انت ما كفايه نرجسيه بقى، الحلقه هتبوظ. هتبوظ لنا البودكاست. لا انا قصدي انا يعني متميز لنفسي. يعني انا بحب يعني انا الحاجه بتاعتي اللي بحبها. ايوه انت اللي بتزيدها قيمه مش هي اللي بتزودها. مش لا ما انت ما تقولهاش كده. انت اللي بتزود الجي تي 3. طب اخر حاجه بقى عايز اسالها لك او هسالك على حاجه. يعني ايه رايك في فكره الناس اللي حاليا احنا في منهم صحابنا نعرفهم يعني فكره اللي هو انك تبقى عندك عربيه مثلا فتعدلها تخليها موديل اجدد. ايه رايك في الكونسيبت ده نفسه؟ يعني مثلا انت مثلا عندك عربيه مثلا بري فيس ليفت فتخليها فيس ليفت، او يبقى عندك عربيه موديل قديم تحولها للموديل الجديد، تغير مثلا رفارف وصدر وبتاع بحيث ان يبقى شكلها جديد. انتي من غير بس بالراحه بس يعني سمي الله كده. لا طبعا بلاش شغل البيجر والحاجات دي. لا انا انتي القصه دي. ليه طيب كده؟ مش كل الناس يعني. افرض انت امكانياتك مش سامحه انك تجيب. انت عارف انت يعني انت هتشوح ولا ايوه انا ما تعصبنيش. المهم انا قصدي اقول لك ايه، ان العربيه انت مثلا جبت اس مثلا، خلينا نجيب يعني حاجه معينه، جبت اس مثلا 2008. انت عشان بتحب الاس 2008 يا عم بقى سيبنا اكمل. ما انا صح، ما انا المذيع. ما انا هشرح لك. ماشي خلاص مثلا جبت 2008 عاوز تعملها الفيس ليفت، ممكن تتعمل فيس ليفت حلوه مش وحشه. اوكي. بس انا بالنسبه لي عشان انا فكري مختلف. يعني انا قصدي ايه، انا فكري اللي هو ايه، لا از العربيه ترجعها اوريجينال وترجعها زي ما نزلت من المصنع. ايوه انا كده برضو بالظبط، واخد بالك؟ انا كده برضو. فلا انا ده الفكره بقى في ايه، في شويه حاجات ممكن تتعمل هي اللي تخلي شكل العربيه مثلا احلى شويه، بالذات في عربيات معينه. يعني مثلا زي مثلا واتيفر بقى العربيات الكاتيجوريز اللي هي مثلا بتاعت ال 300 البي امات والمش عارف ايه وكده. ممكن اعمل شويه تاتشز كده خفيفه، ان هي مثلا اوطي العربيه سنه، اغير الجنط شويه، التعديلات البسيطه، تركب لها بلوتوث عشان تعرف تسمع مزيكا. بقى الحاجات دي لو هي العربيه قديمه فميه هزاز مثلا او ايه فميه هزاز؟ فميه هزاز يعني ايه فميه هزاز؟ اللي هو ما بيتمسكش في الكميه.
ما اعرفوش ده. ما ده ما سمعتش عنه. لا انت تعرفوا انت مركبه عندك في العربيات؟ ما بحبش الفاميه طب ابدا. انا بعشق الفاميه، بكرهه، بعشق الفاميه بس مش بشايف حاجه، انا سايق مش شايف. لا انت فاكر ده عنده عربيه كانت متفيمه ازازه القداماني، نطلع طريق السخنه بالليل بنخبط في الكوبري مش شايف حاجه. لا بس دي كانت هي عربيه واحده اللي هي وشلته انت الاوفرول شكلها كان بس رجع الجنط لونه الاصلي ورجع الكاليبر لونه الاصلي. نبقى نشوف القصه علشان دي بعد البودكاست. على طول النهارده رجع انت بقول لك ايه، انت بسببك اصلا الكساحه اللي قدامك اتكسرت احسن وسيبني بقى عشان انا متضايق منك. البتاعه دي لسه سخنه. كانت الام 6 عنده ام 6 في 10 شكلها 645 متعدله، برغم ان هي ام 6 في 10 اوريجينال، عليها سبويلر متعدله وعليها كساحه ايه والجنط مرشوش اسود والكاليبر لونه احمر. ايه ده؟ كل ده عشان انت عملت كل ده وقعدت تعمل لي كده عشان خاطر سبويلر وكساحه مش حلوين كانوا. ماشي شبه يا عم دي وجهه نظرك بقى، خليك في حالك ما تضايقنيش. اسمع مني عشان انا ماشي. راجل قديم في المجال ده، مش طيب. معنى ان انا ما كانش معايا بيجر. بيجر. السؤال اللي بعده ايه يا استاذ احمد؟ مفيش، مش هسال انا خلاص. انا هقفل الحلقه. اقفل بقى الحلقه. هقفل الحلقه، مش عاجبني انا الحلقه دي. انا سعيد جدا سعيد بيك الحقيقه، لان انت من الناس اللي انا احب ان هي دايما تبقى معايا في كل حاجه. ربنا يخليك. لان انت شخص استثنائي، بعيدا عن البيجر والسيت والقصص دي والحاجات قصص النجاح دي، انت كبني ادم شخص استثنائي، مفيش منك كتير. عامل زي العربيات اللي انت حكيت عليها، اللي هو لو لقيت حاجه كونديشن، مش مهم كونديشن، بس هي حاجه نادره اخدها واشتغل عليها. ده اللي انا عملته معاك، انا لقيت حاجه نادره ايوه خدتك واشتغلت عليها تحت الطينه مدفونه. لا مدفونه. شخص فعلا استثنائي، الناس كلها بتحبك وفكره وجودك ان انت بدات تشارك الناس في الاوتوموتيف ميديا وتحكي لهم وكده، عملت حاله جميله للناس اللي بتحب العربيات. ربنا يديمها، فانا عايزك تستمر. ربنا يديمها علينا ان شاء الله. وبودكاست على الاسفلت، اسمه على الاسفلت. ايوه كنت هقول الاسفلت. بودكاست على الاسفلت بتاع دي اول حلقه فيه. فخوره فتحه خير ان شاء الله. فخوره. ايه رايك في الديكور ده؟ تحفه. شفت؟ انت فاهم ده معناه ايه؟ ده دي ريزمبلنس معايا. ايوه للاسفلت بيمشي للرصيف. مش ده رصيف اللي في اليمين والشمال؟ لا طبعا دي الحارات المروريه. دي الحارات المروريه. احنا قاعدين على الرصيف. لا ده او ما اعرفش. انا قاعد على الرصيف. انا بهبد دلوقتي، انا مش عارف. ما انا ملاحظ. بس انا ودوبيزل سعداء ان انت. شرف ليا والله، وبشكرك جدا ان انا يعني اتحطيت في اول حلقه دي. وجه رساله لا والله للشباب كلها. لا مش دي، وجه رساله للكاميرا. انا مش قعدت اشرح لك ساعه قبلها ان دي كاميرتك ودي وايد. رساله هنا مش انا رساله واضحه، مش لازم هو لازم وجه رساله لازم توصل الناس عشان لا والله هننزل عليها مزيكا حزين. وجه مش هوجه هنا. وجه رساله للمتابعين. وجه رساله للمتابعين. لا بجد والله. تقول لهم ايه؟ تقول للشباب اللي عايز يجيب بيجر او كده يعمل ايه؟ لا والله بجد يعني انا بشكرك جدا جدا حبيب قلبي. انا اللي بشكرك ان انا يعني ابقى اول واحد موجود في البودكاست ده، وبشكرك على ان انت بصراحه من الاشخاص اللي ساعدت ناس كتير وفرحت ناس كتير. فربنا يسعدك كده دايما ويثبتك كده يا رب. خير ان شاء الله حبيبي. احنا خلصنا البودكاست، ايه رايكم؟ تحفه. لو ما عملتلوش لايك وشير وكومنت وتعملوا منشن لاصحابكم ويجوا يتفرجوا عليه ما تشوفوش الحلقات اللي بعد كده. احنا عايزين ناس تعيش معانا في البودكاست، يعني عايزين متابعين حقيقيين للبودكاست مع الوكيل ودوبس. نختم. حبيب قلبي. حبيب قلبي. شوف الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله.